ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. قلت والله من فترة كده كنت قاعد مع زمايلي هتبقى سواد على الكل، والله العظيم هتبقى سواد على الكل، وده اللي حصل. الاهلي خلاص خلاها سواد على الكل، واللي عنده حاجة يعملها، ولا تقول لي بقى دوري موجه ومسرحية. دوري مصر ايه؟ دوري الاهلي هو خلاص بقى اسمه دوري 45 دوري يا باشا، واللي عنده معزه يربطها، واللي عنده معزه يربطها. اظن الكلام انا طالع ولا سكريبت ولا كاتب حاجه، انا طالع كده على الله، وهنطلع اقول الكلمتين اللي جوايا والفرحه اللي جوايا، وهطلع اقولها والسلام عليكم وعليكم السلام. يا باشا انا عندي فريق، اقسم بالله لو لاقي فريق ذكر في افريقيا عن الفريق ده هشجعه، والذكر يطلع لي. والله يا جماعه ملاقي احسن من النادي ده عشان اشجعه، والله العظيم لو في حد ذكر عن النادي ده هشجعه والدغري يطلع لي. مش عايزين نطول في الاحتفال بتاعنا، عندنا كاس عالم انديه، وعندنا افريقيا السنه الجايه مع الدوري الجديد اللي عشان خاطر المنجويه بقى 21 فريق الحمد لله. 45 دوري. قبل ما نبدا كده في الكلمتين اللي طالع اقولهم، اللايك الجميل بتاعك، السبسكرايب الجميله، ما تنسانيش في كل الكلام الحلو الجميل ده. يلا يا باشا نبدا الحلقه. الاهلي بطل الدوري رقم 1 في افريقيا وفي مصر، هو كده في مصر دي معروفه، وفي افريقيا دايما برضو معروفه، واللي عنده حاجه يعملها. عندك يا باشا محكمه دوليه فيدراليه، الانتربول، اشتكيني في اللي تشتكيني فيه، انا رقم 1 وهفضل رقم 1. احتفل وباين ان انت هتاخد الدوري يا باشا. والمكالمات اللي طالعه الملك سالم الشمسي بتاع بيراميدز ده، ان جاله مكالمه من الاتحاد الدولي للفيفا ان هم هيبقوا ابطال الدوري وهيخصموا مننا 3 نقط. حاضر، برافو حقيقي، احسنت. يلا روح لامك بقى. بقول لك المال الحرام ما بيدومش، ما هو دايما هو طعمه زي العسل. كلها لعيبه الاهلي كلها عملوا اللي عليهم، وبالاخص في اخر 6 ماتشات اللي كانوا مع عماد النحاس. معلول ووسام وامام عاشور، الثلاث لعيبه دول. معلول ليه فقره كده سريعه لوحده. امام ووسام اكتر 2 يعني لعيبه كانوا مؤثرين في الفتره الاخيره، سواء بقى باهداف، مساهمات في الاهداف، اسيستات يعني، وكل الكلام الجميل ده. شكرا جدا ان هم بمعنى صح اللعيبه اللي شالت الاهلي في اخر فتره. كل لعيبه الاهلي من اول الشناوي، ان هو يعني في تخريف كبير ولازم يقعد يريح كده شويه، لحد اخر واصغر لاعب موجود في النادي. شكرا، عملتوا اللي عليكم، حاربتوا لحد اخر ثانيه، تستاهلوا البطوله. رغم بقى كل الكلام اللي بيتقال، مالناش دعوه بكل الكلام ده. زي ما قلت، اللي عنده حاجه يروح يعملها. امام وسام احسن لاعب وتاني احسن لاعب في الدوري السنه دي، وامام يعتبر هو احسن لاعب في افريقيا بالنسبه لي السنه دي. اللايف ستايل بتاعته اتغيرت عن السنه اللي فاتت، التكتيك بتاعه والتحركات اللي جوه الملعب اتغيرت تماما. بقى عنده الحته ان هو بيلعب، هو جوكر بيلعب في كل المراكز. بس كده انا خلصت الكلام عن امام او وسام واللعيبه كلها كده بالنسبه لي، يعني اختصرتهم. هو مش هو ده دوركم في النادي الاهلي، ان انتوا بطولات ما توقفوش، ما تفكروش تريحوا. الخمول اللي بيحصل كل فتره دي مش الطف حاجه. كان في حاجات كتيره وحشه مع كولر الفتره الاخيره، بس الحمد لله يعني ما طلعناش بموسم صفر، لحقنا الدوري. يعني موسم مش احسن حاجه للاهلي، بس الحمد لله خدنا الدوري. ان شاء الله السنه الجايه افريقيا والكاس والدوري والسوبر وكل حاجه ان شاء الله هترجع تاني. قبل بقى ما اقفل الحلقه الحلوه الجميله دي، اخر حاجتين. علي معلول، يعني طبعا اللي حصل وشفته النهارده اكد لي خلاص نفس اللقطه اللي شفتها من كام سنه مع ابو تريكه، وكان قلبت معايا بعياط وحزن، يعني زعل جامد. نفس اللقطه اللي شفتها مع ابو تريكه بشوفها تاني النهارده. علي معلول ملك الحلول، اسرع دليفري في مصر. خلاص يا علي، هتبقى دي غالبا دي اخر بطوله ليك مع النادي. اكتر حاجه مضايقاني، انت مش باك ليفت، انت صانع لعب، انت احسن صانع لعب في تاريخ الاهلي بعد ابو تريكه طبعا. 9 سنين على مدار
المسيره بتاعتك مع الاهلي، احسن اداء ما شفتش منك ماتش اقدر اقول لك ان انت كنت سيء او وحش، يعني حاجات كده في كل فين وفين، لكن ال9 سنين كل مجهوده طلع مع النادي وشكرا يا علي معلول. اتمنى كنت يعني تبقى زي ما ابو تريكه مع اعتزل مع الاهلي في اخر ماتش وودعنا بنفس الطريقه اللي ودعتنا بيها، ان انت برضو كنت تختم مسيرتك، بس برضو ده حقك لو انت قادر ان انت تكمل وحاسس ان انت عندك كمان، فربنا يوفقك وان شاء الله اكيد ليك عوده تاني مع النادي في اقرب وقت. شكرا يا علي معلول. مش هشوفك تاني. يصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. سلام يا صاحبي. كنت حابب اوجه مسج بسيطه لبيراميدز ونادي بيراميدز وعلاء ابراهيم عادل، جمهور بيراميدز. شكرا، ودي هديه من البرنامج بتاعنا، هديه صغيره كده لنجمنا. اتفضل بره يا ابن بس كده خلاص الحلقه بتاعتنا خلصت، والمسرحيه خلصت. الاهلي بطل الدوري ال45 في تاريخه. ان شاء الله السنه الجايه نحاول نحقق الخماسيه التاريخيه مع مدرب الجديد، زي ما عملناها مع مانويل جوزيه. ما ننساش اللايك والسبسكرايب الجميل بتاعك. اشوفك الحلقه الجايه باذن الله في الملعب. ولع. سلام.